السلام عليكم. فيديو النهاردة معمول بناء على طلب واحدة من متابعيني، بتقولي انها كل ما بتطبخ الكوسة دايما بيكون فيها حاجة ناقصة ومبتطلعش طعمة كده وحلوة، وقالت لي عايزة تعرف طريقتي في عمل الكوسة. فالنهاردة بقى هنعمل الكوسة مع بعض بطريقة حلوة جدا. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. جبت كيلو من الكوسة وغسلتها وقشرتها وقطعتها بالشكل ده بالظبط، وسبت كام واحدة كده قلت اقشرها معاكم وكمان هقطعها. هنجيب سكينة وهنبرد قشرة الكوسة بالراحة خالص، هنطلع طبقة بسيطة قوي قوي لان القشر ده فيه فوائد كتير جدا، فاحنا مش هنطلع منه كتير، حاجة بسيطة قوي. انا بلاحظ ان في ناس كتير جدا مش بتحب الكوسة، بجد الكوسة دي من الاكلات الجميلة جدا وكمان مفيدة قوي قوي. بس انا واثقة ان شاء الله بعد الفيديو ده كل اللي هيشوفوا الفيديو هتعجبه طريقتي باذن الله وهيعمل الكوسة. ويا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو انتم جداد على القناة انزلوا حالا تحت الفيديو واضغطوا على زر اشتراك او سبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد. وزي ما انتم شايفين وانا بقشر الكوسة شلت طبقة بسيطة جدا برضو من القشرة، وده برضو انا باكد عليه ان ما نشيلش القشرة كلها عشان اطفالنا تستفيد من الغذاء اللي موجود في الكوسة. وبعد ما خلصنا مرحلة التقشير هنبدأ بقى نقطع الكوسة. حاولوا تقطعيها كلها مقاس قريب من بعضه عشان كلها تستوي في وقت واحد. وطبعا في ناس كتير جدا شايفين ان الطريقة دي سهلة جدا وهما بيعرفوا يعملوها، بس برضو في بنات كتير اوي مش بتعرف تعملها. وبعد ما خلصنا تقطيع الكوسة كلها، شوفوا تقريبا كلها متقطعة نفس المقاس. هنجيب بقى حلة على النار ونحط فيها حبة زيت او سمنة او زيت وسمنة براحتك اللي انت حباه، بس انا حطيت حبة زيت بس. وبعد ما الزيت سخن نزلت عليه ببصلاية متوسطة الحجم مفرومة وقلبتها شوية لحد ما بدأت تدبل معايا وبدأ لونها يبقى على اصفر كده شوية. وبعد ما البصل خلاص دبل هنزل عليه بفلفلاية خضرة مفرومة ومعاها نص قرن فلفل حامي مفروم برضو و5 فصوص توم مفرومين. وهقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها لحد ما احس انها خدت تحميرة بسيطة. اول ما تاخد التحميرة دي هنزل عليها على طول بالطماطم. طبعا نص الفلفلايه الحاميه اللي انا حطيتها ده اختياري مش اجباري ابدا، لو انتي حابه الاكل يبقى حامي كده شويه صغيرين حطيه، حباه يبقى من غير شطه خالص براحتك. ممكن بدل الفلفل الحامي لو مش عندك ممكن تبدليه بالشطه المطحونه اللي هي الباودر. وده شكلها بعد ما خلاص الفلفل والثوم والبصل دبلوا مع بعض واخدوا تحميره بسيطه. في الوقت ده بقى هنزل عليه بعصير الطماطم وهقلبها تقليبه كده وانزل عليها بقى بالبهارات. هحط رشه من الملح وما تكتريش الملح في اول الوصفة عشان الملح ما يزيدش منك، وبعدين رشة من الفلفل الاسود وكمان حوالي ربع معلقة من الكمون وحوالي نص معلقة من بهارات الفراخ وكمان حبة من القرفة. بحس ان القرفة بتنقل الاكلة لحتة تانية خالص، انا واحدة بحب القرفة جدا. وكمان مكعب من مرقة الدجاج. وسر بقى طعامة الكوسة اصلا في نص معلقة السكر اللي انا حطيتها، نص معلقة صغيرة. هنقلب بقى كل الخليط ده مع بعضه وهنغطي عليه لحد ما يغلي. وده شكل الطماطم بتاعتنا خلاص بعد ما غلت. هنزل عليها بقى بالكوسة اللي احنا مقطعينها وهقلبها تقليبة بسيطة واغطي عليها واسيب النار عليها لحد ما تغلي. واول ما احس انها غلت هوطي عليها بقى واسيبها تستوي براحتها، تاخد وقتها براحتها في السوا لحد ما هوريكم هتبقى شكلها عامل ازاي دلوقتي. وفي الوقت ده قلت اعمل حبة رز بالشعرية على ما الكوسة تستوي، وفي الوقت ده كمان كانت الفراخ بتستوي بس انا ما صورتهاش في الفيديو ده عشان ما اطولوش عليكم. جبت حلة وحطيتها على النار وحطيت فيها حبة زيت وكمان معلقة من السمنة. ممكن تحطي اي مادة دهنية، حاجة واحدة بس براحتك يعني. وحطيت كوباية من الشعرية وقلبت الشعرية
والنار تبقى وسط، ما تبقاش هادية قوي ولا عالية قوي عشان الشعرية ما تتحرقش منك. خدي بالك ان الشعرية ما بتاخدش وقت في التحمير، فبتبقى عاوزة تقليب طول الوقت لحد ما تتحمر. وهو ده الشكل النهائي للشعرية بعد ما اتحمرت. هنزل عليهم بقى بكوبايتين من الرز المغسول والمتصفي، وهقلبهم بقى مع بعض كويس جدا، اللي هو يعني يتشوحوا على النار شوية مع بعض. وهحط عليهم معلقتين صغيرين من الملح، بس مش عارفة هي ليه ما اتصورتش. وبعدين هنزل عليهم بالمية المغلية، وبحط على كوبايتين الرز كوبايتين من المية، يعني لكل كوباية من الرز المصري بيتحط لها كوباية مية. وطبعا لو مش عايزة تحطي مية مغلية، عايزة تحطي مية عادية عادي، مفيش اي مشكلة، بس هي المية المغلية بتسرع شوية في ان الرز يتشرب بسرعة. وهغطي على الرز بقى لحد ما يتشرب، وطبعا كل ده على نار عالية. وده بقى شكل الرز بعد ما خلاص اتشرب. ههدي عليه بقى النار خالص، وهسيبه بقى يستوي براحته. وده شكل الكوسة بعد ما خلاص قربت تدخل في السوا. لو انتي حسيتي ان الصلصة اللي في الكوسة نشفت شوية او قلت، ممكن تزوديها شوربة، بتديلها طعم حلو جدا على فكرة. فاحنا هنزودها بس حوالي كرنبين كده او كرنيب واحد بس مليان، بتدي طعم حلو جدا، وتاخد بس كام غلوة كده وهتكون خلاص استوت. ولو انت ما عندكيش شوربة، ممكن تزودي مية عادي جدا، هي كده كده اصلا الكوسة متبلة كويس جدا. وهغطي تاني بقى على الكوسة واسيبها تكمل السوا بتاعها. وده الشكل النهائي للكوسة خلاص بعد ما استوت. انا بحبها كده تبقى متسبكة، الصلصة بتاعتها تقيلة، وكمان الكوسة تكون مستوية قوي. انا بحبها كده، مش مهرية، هي مستوية بالمنظر اللي قدامك ده كده بالظبط، بيكون شكلها حلو جدا. وكمان في الوقت ده ممكن بتدوقيها، لو محتاجة ملح ممكن تزوديه، عشان كده بقولك ما تزوديش الملح من الاول. وده كمان شكل الرز بعد ما خلاص استوى. شوفوا مفلفل وحلو ازاي، مش معجن خالص، مظبوط. شوفوا عامل ازاي، بجد حلو جدا. ويلا بينا نغرف الاكل ده ونقدمه مع بعض. هبدأ بغرف الكوسة. هجيب طبق غويط علشان تاخد الكمية كلها مرة واحدة. هحط بقى كل الكوسة كلها في الطبق ده. شوفوا شكلها عامل ازاي. انا بحبها كده تبقى متسبكة وتقيلة، وتحس انها حمرة كده جميلة، ده غير ريحتها وطعمها اللي يجنن. هسيب بقى الطبق ده كده على جنب، وابدأ بقى اغرف الرز. انا بحس ان الرز بالشعرية ده بيكون مناسب جدا مع كل انواع الخضار، زي الكوسة والسبانخ والبسلة والبطاطس. مع اي نوع خضار ممكن نطبخه، فالرز بالشعرية بيبقى ليه طعم مميز قوي معاه، اكتر من الرز الابيض السادة. شوفي بقى الرز ده حلو ازاي، مفلفل وحلو، وتسويته مظبوطة، وبجد ريحته حلوة جدا جدا. جربيه كده مع الخضار وقوليلي ايه رأيك فيه. وده شكل الاكل بعد ما خلاص غرفت كله. غرفنا طبعا مع بعض الكوسة والرز، وكمان انا غرفت الشوربة، وكمان شويت الفراخ. هي الفراخ دي مسلوقة عادي جدا، وحطيت عليها خلطة كده انا بعملها وبشويها في الفرن. وهو ده الشكل النهائي للاكل. اتمنى ان طريقتي في عمايل الكوسة تكون عجبتكم. لو في اي استفسار او تعليق على الوصفة، هستنى رأيكم في الكومنتات. وبكده تكون وصفتنا النهاردة خلصت. اتمنى من كل قلبي انها تكون عجبتكم. يلا دوس لايك وشير، وهستنى رأيكم في الكومنتات.